الفنانة منال سلامة كانت بتصلي العيد هي وزوجها وهم راجعين من الصلاة. عملت كده فيديو بسيط ولذيذ، بدأت تعيد فيه على الناس بمناسبة عيد الأضحى. قالت لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، وقعدت تهزر معاهم شوية. والناس حبوا جدا جدا الفيديو، وكمان قالوا لها وانت طيبة وحبوا معايدتها. لأن منال سلامة وزوجها من الناس اللي محبوبين شوية عند الناس. منال ليها أدوار جميلة قوي الناس مش ناسياها، وأبرزها المسلسل بتاعها الجميل اللي أنا أعيش في جلباب أبي. دورها نوفا اللي لغاية دلوقتي الناس بتتفرج عليه وبتحبه جدا، ودايما حتى في الكومنتس اللي عندها في الفيديو اللي هي نزلته او اي فيديو بتنزله دايما بيكتبوا لها دورك في مسلسل انا عايش في جلباب ابي، او مساء طيبة يا نوفا، اللي هو دايما مش ناسيين الدور بتاعها ده لانه كان دور جميل قوي. هو المسلسل كله فعلا كان جميل، ولغاية دلوقتي الناس بتحب تتفرج عليه حتى لو اتعاد اكتر من مرة. وبرضه عماد اديب من المذيعين اللي الناس برضه بتحبهم، وعمرو اديب اخوه من الناس اللي محبوبين جدا. برضو الناس اكتر حاجة علقت عليها على الفيديو ده الحجاب، ان هي كانت عشان خاطر كانت بتصلي فكانت لابسه طرحه. فالناس قالوا لها ما شاء الله شكلك حلو بالحجاب، واتمنوا ان هي بقى يعني مش بس عشان خاطر الصلاه، لا تلبس الحجاب ده على طول. وناس كتبت لها زي ما انتم شايفين كده قمر في الحجاب، بجد شايفينها ان هي شكلها ما شاء الله عليها زي القمر في الحجاب. وناس كتير كاتبين لها بجد بتبقوا حلوين قوي قوي بالحجاب، ربنا يهديكم جميعا يا رب العالمين. اكتر الكومنتس اللي كانت على الفيديو ان الناس نفسها تشوفها بالحجاب، او نفسهم ان هم يعني ان هي تفضل لابسه الحجاب ده على طول. لان فعلا بيبقى شكلهم اي ممثل او ممثله سوري بتلبس طرحه، بتبقى فعلا شكلها زي القمر. هنا بيقولها مبروك على الحجاب، الناس فكرت انها اتحجبت بجد. وانا انتي حلوه قوي قوي بالحجاب، وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب العالمين. دي اغلب الكومنتس امارات، بص الناس كاتبين لها إيه، قمرايه في الحجاب، يا ريت تستمري. فأغلب الكومنتس كانت على فكرة الناس نفسها جدا إن هي تتحجب. لأن هي يعني من الفنانات اللي قلبهم طيب جدا، حتى لما تطلع في أي انترفيو أو تتكلم بتحس إن هي بتتكلم يعني آه، مش يعني بطريقة كده كويسة، تحس إن قلبها طيب من جوه، مش بتتكلم بطريقة مثلا فيها تعالي أو كده، لا بالعكس بتحسها طيبة جدا. عشان كده الناس بتحبها قوي وكل سنة وهي طيبة، وعيد سعيد عليها وعلى أسرتها كلها.